في مواقف كتير في حياتنا بنبقى محتاجين حد يسمعنا مش يصلحنا، حد يفهم التعقيد مش يتجاهله. عشان كده رمضان ده بدل الحلقات العادية قررت أعمل حاجة مختلفة. كل يوم هنسأل سؤال واحد: لو كنت مكانك كنت هعمل ايه؟ من غير مثالية ومن غير قسوة ومن غير ما ننسى إن الظروف مش متشابهة. أنا ريهام وده بودكاست فلوس الست. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وازاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. كل الأسماء والتفاصيل في الحلقات دي تم تغييرها بالكامل حفاظاً على الخصوصية، والمواقف المطروحة بتمثل تجارب شائعة لأسئلة متكررة وصلت لنا، مش أشخاص بعينهم. هالة عندها 50 سنة، طول عمرها سايبة الفلوس لغيرها يدبرها. دلوقتي حابة تفهم، بس جواها إحساس إن فات الأوان. المشكلة مش في السن، المشكلة إن هالة شايفة الفهم كأنه سباق. لو كنت مكان هالة، أول حاجة هعملها إني أتعامل مع الفهم كمصدر أمان. تاني حاجة كنت هبدأ بالأساسيات مش التعقيد. تالت حاجة هاخد قرار صغير إني أفهم قبل ما أقرر. ده اختياري لو كنت مكانك، مش الحقيقة المطلقة ولا القرار الصح الوحيد. انتي أدرى بظروفك، بس العمر ما بيمنعش الوعي، الاستسلام هو اللي بيمنعه. قبل ما نختم حابة أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله ترجع حلقاتنا المعتادة يوم الخميس اللي بعد العيد. قبل ما نمشي حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.